السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. يلا نرفع ايدنا نسلم على الإمام. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب قريب يا مظلوم كربلاء ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم فأكب منحنيا على ودمعه صبغ الوصيط كأنما هو عن دموع ينادي وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم أخي من يحمي بنات محمد وصرن يسترحم من لا يرحم هونت يا ابن علي مصارع فتيتي هونت يا ابن علي مصارع فتيتي والجرح يسكنه الذي والم يا حسين قوموا من المخيم يا حسين قوموا من الخيم ذبوا العمايم هذا بدركم منخسف يا أولاد هاشم يا حسين ثور من المخيم جيب شيال سردال جيشك لا تترك فوق الرمال عنكم أبو فاضل مشى وضاعت العيال دركة تراه بجانب المسنات نايم كأني بالإمام لما سمع نداء أخيه العباس أخي حسين عليك مني السلام خرج إليه مسرعا كأني به لما وصل إليه يقوم ويقع ما إن وصل إليه لكن يا خويا وين بتارك طرحته قال له يا خويا انقطعت جفوفي وتركته لو سلم شف الجار
ورجال المخيم وجود الماء السالم. لكن يا خويا ابو الفضل في وين الجفوف؟ قال له يا خويا تقطعت ما بين الصفوف. قال له يا خويا تقطعت ما بين الصفوف. دمي على عين جماد يا حسين ما شوف. غسل نشف دمومي يا بقية آل هاشم. صاح لغسل بدمعي دمومك، صاح لغسل بدمعي دمومك. تمنيت كان لها الحريم الله يدومك، لكن يا خويا بهالارض يومين ويومك، وتضيع من بعدي وبعدك هالفواض. عزام بشيله للمخيم قال مارو خلني على الشاطئ عالج طلعة الروح. ما اقدر ارجع للخيام واسمع زينب تنوح، وانظر دمع سكنة على الخدين ساكن. قام راجع للمخيم والحرام ترقاب مجية، والمراضع بشرت رضعانها بقطرة مية، ولاح له حسين وحده وقلطت لها شمية. يعني جو إلى من عطية يقول من وصل شيخ العشيرة دارنا عليه الحرام. من وصل شيخ العشيرة دارنا عليه الحرام. ونادت زينب يا خويا وين شيال العلم؟ قال منا يا حزينة ابو الفضل باع السهم واستحب نوم الشريعة، وجيت يا زينب وحيد ألا من مناد وعباسا وعباسا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله هذه الليلة عن الإيثار. أتمنى الكل يكون وياي الليلة في عندنا قصص وفي جانب عملي بيكون إياكم يا أحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نتكلم عن الإيثار الكل انتبه ياي. هذه قصتها طبعا احنا البارحة تكلمنا في جانب الجيران وقلنا
بأن الزهراء عليه السلام كانت تدعو إلى الجار قبل الدار، صح والله لا؟ وكانت تأثر يعني في إيثار منها على نفسها، تقدم غيرها على روحها، أصلا ما كانت لا تدعو لها ولا إلى أهل بيتها، كانت الزهراء عليه السلام تدعو إلى الناس. وهذا كان يعلم الإمام الحسن والإمام الحسين كيفية الإيثار، إن هذا الدعاء إحنا لو نروح نزور أو نصلي بتشوفون نحن ندعو لأنفسنا، هي كانت تعطينا درس في الدعاء إلى الآخرين. زين، نجيب قصة الآية أو قصة مرتبطة. الإمام علي عليه السلام يسأل الزهراء، كلكم إياه، يسأل الزهراء يقول لها في عندنا أكل آكله؟ فقالت له والذي أرسل محمد، يعني جعل النبي محمد نبي وجعلك أنت الوصي، ما عندنا أكل نسويه ولا ناكله. قبل يومين كان عندي أكل ما أكلت لا أني ولا أولادي، عطيتك إياه أنت، يعني إذا إجي الإمام علي ياكل، قال لها حتى الأولاد يعني ما عطيتينهم؟ طبعا هي تبغى تعطي درس إلى الإمام الحسن والحسين إن تعلموا الإيثار. يعني شنو الإيثار؟ قدموا غيركم عليكم. يعني أنا لو عندي سندويشة مثلا واحدة وجوعان، وشفت واحد جوعان ثاني أزيد مني، أنا أحس أنه أزيد مني، أشوفه أقدم علي وأعطيه الروتية أو السندويشة أنت كلها أنا ما باكلها. يبغى يعلمنا بهالطريقة أن نقدم الغير على أنفسنا. المهم الإمام علي يوم قالت له الزهراء كذي، قال له زين ليش ما قلتين إن ما في أكل، ما في شي ناكله، كان أنا أتصرف. قالت أنا خفت إن أكون كأني ثقلت عليك، يعني إن أنا طلبت منك شي أنت ما عنده. فوش سوت؟ هني اكو في سوالف جهة اليمين. زين، الزهراء عليه السلام يوم قالت للإمام علي كذي، قام طلع الإمام علي هو واثق من الله سبحانه وتعالى بيرزقه، راح السلف درهم أو دينار، واحدة منهم أنا ذاك بالضبط في الرواية، وراح يبغى يشتري أكل حق الزهراء ويا الحسن والحسين عشان ياكلون. ففي الطريق شاف أحد أصحابه، بس بتأكد اسم الصاحب اللي شافه، المقداد. شاف المقداد في الطريق وصاير شكله متغير من الشمس. قال له وش مطلع عنك الحين؟ الإمام علي يسأله، يقول له وش مطلع عنك الحين؟ قال له اتركني يا سيدي خلني في حالي. قال له لا أقسم عليك تعلمني، وش فيك؟ ما بروح. قال له خلني ما بقول لك، يعني وش تبغى أقول لك؟ قال له قل لي وش عندك؟ قال له أنا طلعت أولادي ما عندهم أكل، ما نداري وش أسوي، جواعة صار لنا مدة مو ماكلين، فما عندي شيء، قاعد أفتر ما أدري وش أسوي، يعني أبغى أرجع البيت ما عندي شيء أعطيهم. فالإمام علي نزلت الدمعة، يعني غرورقت عيونه، نزلت الدمعة. قال له نفس اللي أنت قاعد تعيشه أنا قاعد أعيشه. قال له المقداد تفضل هذا الدرهم أو الدينار اللي أنا تسلفته اخدنته هي أسرتك كله. الحين إمام علي هو متسلفنا علشان يبغى يشتري أكل، فوش يسوي؟ قام ما رجع البيت، راح صلى الظهر والعصر وصلى بعدين المغرب. فشاف النبي صلى الله عليه وآله، فقال له النبي يقول له ويش يا علي تعزمنا أجي بيتكم أتعشى وياكم؟
فالإمام علي نزل راسه مو داري وش يقول. الحين هو ما عنده أكل، شلون بيخلي النبي يجي؟ فقال له النبي وش الحين؟ قل لي إذا ما عندك بمشي، عندك تفضل بجي. فالإمام علي ما يقدر يرد النبي، ما يقدر يقول له لا تجي. قال له حياك نروح نشوف في الأكل في بيت والله ما في البيت في أكل والله ما فيه. فراح البيت وكانت الزهراء عليه السلام فارشة السجادة. فدخل النبي صلى الله عليه وآله ويا الإمام علي، شالت السجادة وقامت سلمت على النبي. اشتم الإمام علي الأكل، ريحة أكل. فسأل الزهراء هذا الأكل انتينا لليوم مو طلعت الظهر ما في أكل، من وين هذا الأكل؟ فالنبي يدرب الموضوع كله. النبي يقول له الإمام علي هذا قيمة الدينار اللي انت اعطيته المقداد. من هو خبرك؟ جبرائيل نزل علي وخبرني بقضيتكم كلها، ان انتم جواعة وما عندكم شيء. لأن انت اعطيت المقداد الدينار مالك، الله سبحانه وتعالى جازاك وعطاك أكل مو من الدنيا. لأن الأكل اللي أكل الإمام علي يقول أنا ما أكلت نفسه من قبل ولا اشتميت مثل رائحته من قبل. قال له هذا أكل من الجنة نازل، اللي جاب لك قيمة الدينار اللي أنت دفعت حق المقداد، فالله سبحانه وتعالى جازاك. زين، أجي لقصة ثانية الليلة، بيكون في قصص تطبيق عملي. أنا أحاول أرتب يا الوقت. انتبهوا وياي. الحسيني بيقول لنا قصة ثانية. القصة الثانية اللي بيقولها وشي، انتبهوا. حسيني يقول إن في واحد كان فقير وكان مرتدي حذاء وش فيه؟ ممزق مشقق، وهذا خاطره انه يلبس جوتي جديد بس ما عندهم. فيوم من الايام وهو يتمشى شاف ورقه ملصوقه على ليت او على عمود، مسابقه لاسرع واحد بتكون الجائزه شنو بتكون؟ حذاء جديد. قال زين انا بروح المسابقه وبشوف، زين بروح المسابقه وبشوف ان شاء الله بفوز. فراح المسابقه وغلبهم كلهم، وهو يطوفهم كله يفكر وهو يركض وفكر في الجوتي الجديد لانه ما عنده. فحصل الجوتي الجديد في رجعة البيت وهو راجع مستانس محصل الجوتي الجديد. وش صار؟ شاف واحد قاعد في الحديقة حافي أصلا ما عليه جوتي. إذا هو كان عليه جوتي ممزق مشقق، شاف واحد أصلا ما عليه جوتي، هل يعطيه الجوتي القديم اللي لابسنه والله يعطيه الجديد؟ يعطيه الجديد. فقام عطاه الجديد، طلع الجديد وعطاه، قال له تفضل، وراح بيته. في ناس في مرة شافتها شنو سوى، عجبتها اللي سوى، قامت راحت اشترت جوتي جديد وودته على بيتهم وضربت الباب ومشت. هو بطل الباب يشوف منه موجود منه جاي، فشاف جوتي جديد عنده. انت اذا اعطيت الناس اللي عندك الله سبحانه وتعالى وش بيسوي؟ بضاعف وبيعطيك. ورحم الله من ذكر القائمة فقام. صلوا على محمد وآل محمد. انتون قاعدين داخل اللهم صل على محمد وآل محمد. زين، الحين أبغاكم تقعدون، أنا بنزل لكم بس أبغى تقعدون، تمام؟ بنزل لكم أنا الحين. أبغى هدوء، ها؟ بنزل إن شاء الله ما تزن لي السماعات بس. زين؟ شيل هذه
شوفوا يا أحبة، أنا ويش بسوي كلش أبغى هجوم، بس خلوني أقدر أطوف إن شاء الله ما الزين. أبغى الصغار. شوفوا بعطيكم شيء تعطونه إلى واحد غيركم، يعني مو انتم بتاخذونه. تفضل يا حبيبي، بس بتعطيها لواحد غير. ها زين. الثاني بشوف الثاني شوي واحد أكبر هكي، هذه بتعطيها واحد غير عقب شوي. ها لحظة شوي، لحظة. لا لا لا، نزلوا أياديكم، نزلوا الأيادي. هذا حق الطفلة دي الصغيرة، أعطوها. زين. وباقي عندي بشوف وش بتسوون من هني. أبغى واحد صغير صغير. أنت صغير، اسمعوا. ها أكو لحظة، الحين اللي عطيتكم إياه سلموا لواحد غير، مو حقه مو حقكم. أبغى أشوف أنا عطيتكم شيء تقدرون تسلمونه إلى واحد غير. سلموه إليك. زين. من هو بعد اللي عطيته؟ عطاك إياها؟ عطاك إياها؟ أسأل، عطاك إياها والله ويش؟ عطاء. زين. عطاك إياها؟ زين. من هو بعد؟ من هو بعد اللي عطاه؟ زين. الحين اللي عطوا منهم، اللي عطوا يرفعون أياديهم. اللي عطيتهم وسلموها لغيرهم، من اللي عطيتهم؟ أنت شنو عطيته؟ كورة. زين. فبما أن أنت عطيته ما بضيع اللي عطيته إياه. كورة وصلت إليه. اللي هناك كانت من اللي عطيته السيارة؟ تفضل السيارة. من اللي عطيتها؟ عطيتها واحد غير ما بضيع عليها. آخر واحد من كان؟ من اللي عطيناه؟ تتفضل. زين. الحين أنا وزعت عليكم، فهموني، ما أبغى فوضى. اللعام يا أحبة اهدأوا. اللعام في واحد عطوه هدية، يعني سوى الإيثار حقيقة للعام، مو قصة هو سواه نفس اللي سويتون انتم نحين، بس هو كان إلى هدية اسمه عبد الله اللي في بالي أنا مساعة ليه. هو السنة بيعطونا بعد هدية، لأنه كان اللعام عطوه هدية سلمها إلى ولدي حبيب. السنة إلى هدية أكو عبد الله. إذا الهدية موجودة أستاذي، الهدية موجودة. إذا الهدية موجودة بنعطيه هدية، لأن اللعام هو يتبرع بهديته. هذا الإيثار اللي احنا كنا نبغاه. أكو بيعطونا، قم ياي حياك، بيعطونا. زين زين، إن انتون تتعلمون الإيثار. تعال حبيبي، أكو بيعطونك إياها. تفضل يا حبيبي الهدية، وصلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. نهدأ. آخر قصة وادخل في تطبيق عملي واروح إلى أبو الفضل العباس. الإمام الحسن والحسين عليهم السلام يقولون صاروا مرضى. أول شيء هدوء، أبغى هدوء. في هدوء. زين. القصة تقول بأن الإمام الحسن والحسين صاروا مرضى،
زين. فجو الصحابة إلى النبي يزورون، إلى الإمام علي يزورون الإمام الحسن والحسين، فقالوا له انذر إن تصوم 3 أيام علشان يصيرون زينين. ومن هو بعد صامية؟ الحسن والحسين هم اللي مرضى، هم صاموا ويا الإمام علي والزهراء. زين. الحين أول يوم الأكل اللي سووه أو أخذوه وش سووا فيه؟ جليهم واحد منهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا. أول يوم جليهم مسكين، طق الباب عطوه الأكل. صاموا اليوم الثاني بس شاربين ماي. اليوم الثاني يتيم جليهم عطوه الأكل، هذا أكلهم صايمين. اليوم الثالث عطوه الأكل اللي هو أسير، يعني هم مسوين أكل صايمين، مو يعني ما أكلوا شيء. أذن الأذان يبغون يفطرون، إلا واحد طاق الباب، وش سووا؟ وشالوا الأكل مالهم اللي مسوينه وعطوه للي جاي طق الباب. ف3 أيام كانوا صايمين شاربين بس ماي. الحين هل القصة تقول الله نزل عليهم أكل أو سوى لهم شيء؟ القصة ويش تقول بعدين؟ أنا عندي القرآن، في واحد هني نبغى الحين يقرأ جزء من هالآية مساعة له اسمه رضا. كلمة فوينه رضا؟ رضا هني أقرأ. رضا بيقرأ لنا مقطع شنو قال الله في أهل البيت يوم صاموا وما أكلوا. شنو قال؟ بنسمع رضا ويش بيقول. أكو هني إن شاء الله عاد يبين. إنا جزيناهم حتى لو خطوها أهم شيء ويطعمون الطعام فوقاهم الله. زين جبتها. أكو ويطعمون. يلا اقرأ. لا ابدأ من ويطعمون. أنت بقول لك وقف. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمه لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بارك الله فيك. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ما قال عطاهم في الدنيا، لا، قال انتم لكم مكانة في الآخرة. ترى مو كل شيء معناته ان في الدنيا بتحصله تقول لك انا عطيت وما عطاني، لا، في شيء فوينه بيصير، فوينه بيصير في الجنة. اكو انا عندي ماي وارد اشوف، يلا انا بعطي واحد المفترض هو عطشان بس مو هو اللي يشرب، يعطي واحد ثاني يشرب، خلاص هو ما بيشرب، يعني يمكن يبقى عطشان. فلا تتصور ان كل مرة انت بتسوي شيء بيرجع لك في الدنيا الله يخش عليك لوينه؟ للآخرة. من بيشرب الماي؟ واحد عطشان بس ما تشربه تعطي له واحد ثاني عطشان صيد انزين بس مو انت تشربه، يلا اعطى واحد ثاني، يلا اشربه اشربه، بس انت ما بتحصل ماي خلاص اجرك عند الله. فلا تتصورون، لان القصة الاولى من عطينا عطانا، القصة الثانية ما فينا عطاهم، راحوا للنبي يرتجفون مو قادرين 3 أيام يشربون بس ماي، لكن الله ذكر نزل سورة كاملة باسمهم في قضيتهم وقصتهم، نزل سورة كاملة، سورة الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا
مذكورة. شربت الماء خلاص اشربه زين. يا أحبة انتبهوا وياي، اللي سواه الحين وش اسمك حبيبي؟ شو اسمك؟ صالح. صالح في الدنيا إن شاء الله وفي الآخرة. عطيت منه الماء. أنت وش اسمك؟ محمد. كلكم وياي. من هو اللي سواه صالح في كربلاء؟ وصل إلى الماء وشال بيد الماء، بارد الماء وهو عطشان 3 أيام مو شاربين ماء وبيقاتلون، لأن الجيش جيش يزيد صك الماء صك المشرعة فما عندهم ماء. فمنه إلا وصل للماء بيشرب نفس اللي سواه الحين. كان عنده الماء بس ما شرب. منه أي منه وش اسمه؟ أبو الفضل العباس عليه السلام. أبو الفضل العباس هو الذي لم يشرب الماء، هو الذي يلا كلكم إياي يا أحبة. أبو الفضل العباس عليه السلام وصل إلى المشرعة عندما استأذن الإمام الحسين بالخروج، لأن الأطفال بدأت تتصارخ العطش ولم يستطع العباس أن يتحمل ذلك الموقف، فأراد الإذن من الإمام الحسين فأذن إليه فتحرك إلى المشرعة. وصل إلى المشرعة أبو الفضل العباس ولكنه لم يقبل بأن يشرب الماء، فملأ القربة. تذكر الإمام الحسين وعطش الأطفال، ملأ القربة. تعرفون القربة؟ ملأ القربة اللي هي من خلق، ملأ القربة أو من جلد، ملأ القربة بالماء وذهب إلى المخيمات. وصل إلى المخيم ولكن الأطفال، شفتون إذا أنتم كلكم عطاشة تهجمون على الماء، فانسكب الماء. فعاد أبو الفضل العباس إلى المشرعة، رجع. طبعا على المشرعة في جيش وعددهم كبير، قاتلهم أبو الفضل وكشف المشرعة وملأ القرب بالماء وأراد الرجوع. هنا عندما أراد الرجوع جاء له شخص من وراء نخلة، مر عليه أبو الفضل العباس، كلكم نزلوا رؤوسكم، وإذا يضربه على يمينه بالسيف فتقطع يمين العباس. ألا من مناد وعباسا وسيدا. هنا العباس صار يحامي عن دينه بشماله ليس فقط باليمين، إني أحامي أبدا عن ديني. حمل السيف باليسار، بيده اليسرى انطلق في رجوعه إلى المخيمات وهو ممسك بالقربة بالماء، يريد أن يوصل الماء إلى الصغار، ولكن جاءت له ضربة من لعين آخر ضربه على يده اليسرى فقطعها. ألا من مناد وعباسا وسيدا، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. هنا أراد أن يتوجه إلى المخيمات وهو بلا يمنى ولا يسرى، وهو يحتضن القربى، وإذا بسهم أصاب أبا الفضل العباس في عينه وعباسا. هذا السهم كان من حرملة لعنة الله عليه. أراد العباس أن يقتلع ذلك السهم، جاء له لعين. شلون يشيل السهم؟ ما عنده ايدين. جعل نفسه على الفرس، جمع أعضاءه، أراد
أن يستخرج السهم، طبعا ما عنده كف، جعل يده وأراد أن يزيل ذلك السهم، أو برجله لعله ينزع ذلك السهم، الدم تجمد على عينه. ألا من مناد وعباسا، جاء له ذلك اللعين بعمد من حديد ورفعه وضرب العباس على رأسه ومصيبته وعباسه وحسينا. سقط العباس من على فرسه وهو ينادي السلام، والله يلا ويا العباس، السلام عليك يا أخي يا حسين. هنا جاء الحسين إلى العباس، أراد أن يضعه في حجره، رفض العباس، لأن العباس يعلم عندما يضع الحسين رأس العباس في حجر الحسين لن يكون أحد يضع رأس الحسين في حجره. وعباسا وحسينا وين الجفين يا سردال الحرب، وين الجفين؟ دمك صوبين لين زنودك يصوب، دمك صوبين. ليش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريعة؟ قال يا مظلوم تدري بالوفا شيمة وطبيعة. شلون عباسي تروى وينسب وسكنة ورضيعة؟ طفلك يا حسين شعبني بونته، طفلك يا حسين وين الجفين يا سردال الحرب، وين الجفين، وين الجفين وعباسا.